السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أتمنى ألقاكم بخير. خبر اليوم مفرح. الخبر يخص النساء العاملات، وهو تمديد عطلة الأمومة بأمر من رئيس الجمهورية. أتمنى منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وضغط زر الأعجاب تدعيما لنا. فإذا أعجبكم الخبر صلوا على الحبيب المصطفى في تعليق. في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة، صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون تمديد عطلة الأمومة من 98 يوم إلى 150 يوما مع أجر كامل، مما يمنح الأمهات الوقت الكافي للتعافي والاعتناء بالرضيع. ويضاف إلى ذلك أنه في حالة كان المولود مصاب بإعاقة أو مرض خطير تمنح لها 50 يوما إضافية، كما يمكن تمديدها أكثر من ذلك حسب الوضع الصحي للرضيع. وهذا حسب ما جاء في المادة 28 و 29 من الجريدة الرسمية. وفي الأخير أشكركم على المشاهدة وأتمنى منكم الاشتراك.